من اكتر السكيلز اللي انت كنت شايفها فارقه قوي مع الناس والناس عندها فير فيها كبير قوي هي فكره البابليك سبيكينج. انت بتقول ده بقى، يعني هو الفير اوف بابليك سبيكينج سربرايزنجلي يعني هو فير رقم 1 في العالم. معلش، احنا كم مره بنحضر توك ونلاقي البدايات ممله وكليشيه. بعد 30 مره، مش 29، بعد 30 مره هتماستر البابليك سبيكينج. اكرم ان انا لسه هتسمع في البودكاست ده حاجات محدش يقطع حاجه. يا مساء الفل، ازيكم؟ ضيف بقى النهارده يعني حد قليل الظهور على السوشيال ميديا. انا وهو غالبا يعني للاسف ما حصلناش الشرف ان انا اشتغل معاه كتير الفترات اللي فاتت، وعمره ما طلع معايا في اي بودكاست، وعنده شويه معلومات ما بيقولهاش كتير فعايزينه النهارده يطلعها معانا. طبعا ضيف النهارده هو صديقي وشريكي وصديقي الكفاح دكتور هشام العرقي، اللي هو طبعا عكس كل اللي انا قلته في المقدمه دي. تكاتش تفضحني ولا ازيك يا جروب؟ قليل الظهور على السوشيال ميديا، خدت بالك خالص. لا. وبعد كده محتاج تشتغل بيرسونال براندنج شويه. بتعلم باخد ماستر كلاس دلوقتي. في ماستر كلاس. انا هقول لك على في حد اسمه هشام العرقي العركي. بيعمل ماستر كلاس. انت تعالى احضره. عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. ايه اخبارك؟ احنا عملنا حلقه قبل كده عن Yes. لينكدين، والناس ما شاء الله كانت موضوع لينكدين كان بالنسبه لهم رائع. بس واحنا بنتكلم قبل كده في لينكدين كان ما بين الحلقات كده، ما بين الشوتس، كنت بتقولي ان في سكيلز مختلفه ناس كتيره لما بتفتقدها ده بيأثر على البيرسونال براندنج، وبيأثر على كاريرهم، وبيأثر على انت حتى واحنا دلوقتي طالعين هو مش كاريرهم، بيأثر على حياتهم. الحياة طبعا. ايه بقى قبل بس ما نقول ايه بقى، ما تيجي عشان لو في حد ما اتفرجش على الحلقة دكتور اللي هشام فاتت طبعا نقول لهم بقى مين دكتور هشام العرقي. طيب عشان نخش في الموضوع على طول، انا اسمي هشام العرقي. انا الميشن بتاعتي في الحياة مجال اسمه السبلاي تشين، وده اللي انا قضيت فيه جزء كبير جدا من حياتي. ببيلد كوميونتي، بعمل ماتش ميكنج ما بين الناس، بحاول احبب الناس في المجال، بحاول اعرفهم ببعض. وشغال دكتور في الأكاديمية البحرية، بدرس السبلاي تشين واللوجيستكس، وماسك سبلاي تشين اكسلريتور. فبنحاول نطلع الستارت ابس اللي في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس. ده ماي ميشن. حلو قوي. when it comes to my passion، فانا دلوقتي بدات اشتغل على بيرسون براندنج اكتر، بقيت متخصص فيه بشكل اوسع. بدات Nice. اعمل ماستر كلاس في البيرسون براندنج، بيحضروا مانجرز وسي اوز حابين ان هم يروحوا في حته تانية في الجزء بتاع البيرسون Nice. براندنج. فده الجزء التاني. لا وانا عجبتني التكنيك. عيب بقى في ماي ميشن وفي ماي باشن. الله الله، انا محتاج احضر. وسربرايزنجلي يعني اكتشفت ان في حاجه اسمها باشن. كنت حاططها في الاول بس لقيتها تبقى اوفر. بس فده يعني سيمبلي. طب حلو، تعالى ندخل في صلب الموضوع. قلت لي كده قبل ما نطلع من اكتر السكيلز اللي انت كنت شايفها فارقه قوي مع الناس والناس عندها فير فيها كبير قوي هي فكره البابليك سبيكينج. يس. فالنهارده عايزين نتكلم بقى مع الناس شويه عن البابليك سبيكينج، وممكن نحاول ننكشك كده في شويه سكيل سيتس. يلا بينا. اولا فعلا البابليك سبيكينج حاجه صعبه. يعني انا واحد من الناس، انا عمري ما خدت سيشن بابليك سبيك يعني خالص. طلعت كده ربنا يعيننا يا رب، على الله حكايتنا. وطلعت واتكلمت، بس كان دايما في دماغي اللي هو انا عايز اوصل معلومه معينه طبعا. فطالع هدفي ان اوصل معلومه، مش هدفي اي حاجه تانية. فالموضوع مشي طبعا في رغبه في الاول، بس هل انت شايف انه لا هو الموضوع عند ناس كتير الموضوع صعب؟ طيب احنا زي ما انت قلت كده الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على حته اسمها الاونلاين بريزنس، اللي هو التواجد اونلاين. في زيها الاوفلاين بريزنس. حلو. التواجد الاوفلاين والاوفلاين بقى اكتر حاجتين هم سكيلز اللي انت بتتكلم عليهم، حاجه يعني فيري كريتيكال: النتوركينج سكيلز والبابليك سبيكينج سكيلز. حلو. دول للبني ادمين بتعرفك بقى انت بحقيقتك، بطريقه كلامك، بالكلام دوت، وبتامباكت بشكل مخيف. فالبيرسونال قبل كلمه عن لينكدين كان اكتر وانا اونلاين بعمل ايه وبكبر نتورك ازاي وببقى موجود ازاي بالزبط. على السوشيال ميديا. المره دي احنا هنبدا نتكلم عن فيزيكالي بقى. انا لو رحت ايفنت او رحت مكان، انا ازاي اكبر النتورك بتاعتي، ولو عندي opportunity اسبيك ان بابليك اتس جود opportunity استغلها. فتعالى نشوف ازاي تعرف تنمي السكيل. ديفينتلي. انا بعمل ورك شوب لطيفه دلوقتي اسمها from small talk to big talk. small talk اللي هي ايه؟ نتوركينج، قاعدين على الضيق one to one one to many. big talk اللي هو على الستيج. الاثنين دول انا ملاحظ ان في تطور في الفتي جميل. اكرم ان انا لسه هتسمع في البودكاست ده حاجات. فلا السلوجن عجبني لان هو فعلا
الكلام لما تيجي بقى تفتح بقك في الحياه مم. مختلف برضو عن الاونلاين بريزنس. صح فالبابليك سبيكينج انا شخصيا ودتني في حته تانية، واكيد انت احنا هنتكلم عليك دلوقتي ندي حبه اكزامبلز خطيره يعني. بس انا بقى ما بحبش اي حد يكتب على السوشيال ميديا ان هو بابليك سبيكر. مش اي حد بابليك سبيكر، ده من وجهه نظري. حلو ده. ليه؟ احنا عندنا ليفلز من البابليك سبيكينج. في التكنيكال اكسبرت، ده راجل فاهم كويس قوي تكنيكال اوبريشنز، علامه عنده مصطلحات بتاع نايس. بس لما يجي يديليفر معلومه ما تفهمش منه حاجه، وده موجود كتير في حياتنا. الراجل علم فظيع، بس لما تيجي تتكلم ما عندوش الموهبه بتاعه توصيل الايه او السكيل بتاع توصيل المعلومه. يس. ده ليفل. في ليفل تاني اللي هو اسمه الكلير كوميونيكيتور، اللي هو زي ما انت قلت انا بقدر اوصل المعلومه، فعندي معلومات وبعرف اوصلها بطريقه سهله للناس. حلو ده. وفي ليفل ثالث اللي هو الانفلونسر سبيكر، ده بقى اللي بيعمل امباكت، اللي هو انت لما تيجي تحضر حد طلع يتكلم على ستيج، الناس بعد ما بيخلص بيروحوا يتصوروا معاه. نايس. اللي هو انت بعد 3 4 5 سنين ممكن تفتكر التوك بتاعته. فدي ليفلز. فانا بحس تقدر تقول ان انت بابليك سبيكر او ثوت ليدر لما توصل للليفل الثالث، الليفل الانفلونسر. هو ده السبيكر الحقيقي اللي لما بيتكلم بيهز الناس من جوه. نايس. يعني دول الليفلز الاساسيه. هنقطع الحته دي في الحلقه. انا في انهي ليفل؟ انت لا انت واحد من ضمن الناس والله، مش يعني مجرد يعني اللي سمع اكرم مروان هيعرف ان هو في الليفل الثالث. انت لا بره البتاع. لا ده جوه البتاع. معلش محدش يقطع حاجه. انت بتبقى شايف الصدى. اوكي. فانت مش مجرد بتديليفر معلومه وقلتها كويس وخلاص. حلو. انت الناس بتفضل فاكراك. فده الليفل اللي انت بتقول انا لو وصلت للليفل ده، واللي انا فاهمه من كلامك ان بينهم كذا ليفل، ده ممكن باي براكتس او اي كان اكواير السكيل ان اوصل للليفل ده. وده الحته الثانيه المهمه قوي اللي هي سكيل ولا تالنت. لان الناس كلها تبقى مختلفه في القصه دي. حلو. انا هحكي لك ستوري عشان نثبت ان دي سكيل ولا تالنت. اول مره اتكلمت كان سنه 2015. اتخرجت واشتغلت معيد في الجامعه وبتاع، وبعمل اوبننج لسيونتي اكتيفيتي اسمه SCS. فبحضر 4 ايام عشان خاطر اقول بالظبط انا بقول لك ده. مساء الخير على حضراتكم، النهارده الاوبننج بتاع SCS واتمنى تكونوا مبسوطين. ده اللي انت كنت بتحضر 4 ايام؟ ده اللي انا بحضر 4 ايام. عمال اقول بقى قدام المرايه بقى مساء الخير ولا زي حضراتكم ولا ازيكم والسلام عليكم، قاعد بقى ايه بفنن اعمل ايه. واول ما طلعت صحراء مش فاكر حاجه خالص. الموضوع بالنسبه لي يا نهار اسود ايه ده. وانا المفروض اقول مساء الخير. مساء الخير والله العظيم اكرم، من كتر ما انا بحاول احضر تحضير زياده، ودي برضو مشكله هنتكلم عليها. انا اول ما طلعت نسيت كل حاجه. فهنا هو ده كان اوحش يوم في حياتي. وكان عندنا عميد ومساعد العميد قاعدين، اتلخبطت في اساميهم. حابين نرحب بالدكتور كذا ودكتور كذا، دخلت اللقب ده في اللقب ده. فطبعا ايه بقى، عرقت وضربات قلبي ومش عارف اعمل ايه، ونفسي الارض تشق وتبلع. وروحت وقررت ان انا مش هطلع قدام الناس تاني اتكلم. ده كان قرار، مش هطلع تاني خلاص. انا مش موهوب في دي، فانا مش عارف اعمل ده، ممكن اعمل حاجات تانية. وبعديها بسنتين بالظبط بدات اطلع شويه على السوشيال ميديا، الموضوع بدا يتحسن شويه. كلمني CEO شركه كبيره قوي مالتي ناشونال، عاملين ايفنت في مصر، والمفروض ان انا عايزني سبيكر. طبعا ده سنه كام؟ ده 2013. لا 2013. ده كان قبل يعني، اقصد ده لا 2011 ده اول طلعه. انت قلت 2015، فاول طلعه دي اول طلعه 2011. حلو. في 2011 قعدت سنتين مش راضي تطلع على اي حاجه بابليك سبيكينج، وكنت تعملها على السوشيال ميديا عشان تفك شويه الرهبه. بالظبط. وفعلا اتحسنت وبدات اتكلم كويس. ولما الناس شافتني قالوا لي تعالى سبيكر في ايفنت بتاع سبلاي تشين يعني في حتتك. رحت الايفنت، اوبورتيونيتي كانت ضخمه يعني، واجانب وبدل وبتاع. دخلت لقيت قاعه كبيره والناس قاعده وبتاع ورهبه، والسكرين واخده 18 متر في 18 متر، وصورتي طالعه على السكرين كل حاجه بقى. وكان في سبيكر بيتكلم قدامي. انا عملت ايه؟ يا لهوي انا متخيل. انا عمري ما كنت اتخيل انا ممكن اعمل ده. خدت مفتاح العربيه، ركبت عربيتي ومشيت. ما اديتش التوك. روحت وعملت زي العيال الصغيره اللي هو ايه، معلش بطني وجعاني، انا مش حصلت لي حاجه، تعبان بتاع. وهنا بقى انا روحت البيت بقى. ده كان التيرنينج بوينت في حياتي. انا يا هعمل حاجه يا انا خلاص كده الموضوع ده انتهى بالنسبه لي. فاللي انا قصدي عليه ان دي سكيل. انا دلوقتي بعد البراكتسنج انا بعشق المايك. انا والمايك ما اعرفش ناخد منك المايك. ايه اطلع اتكلم في اي حاجه. فانا عشان اوصل لده فانا نميت ده، فده معناه ان هي ايه، سكيل. لكن هل فيها جزء تالنت ولا لا؟
انا شايف ان فيها على الاقل 20% تالنت. اوكي. لان في ناس ربنا خالقهم بيعرف يتكلم، مم. دمه خفيف بالفطره، الفويس تون بتاعه صوته ممكن يكون في ناس صوتها مسرسع، في ناس صوتها بتاع، فده بيبقى جزء تاني. فنقدر نقول هي 80% مهاره بس ما شاء الله يا هشام، انت بتقول من 2011 ل 2013 انا fear of speaking يعني in public بشكل لدرجه ان انا بتراجع، بتلخبط وبتراجع وبكنسل الى اني مخيفه بشرح ده. انا مش بس بعرف اعمله، لانه في ناس كتيره دي حاجه ان جنرال يعني السكيلز اربع ليفلز. في مستوى انا لسه بتعلم السكيل، في مستوى انا بقيت عارف اعمل السكيل كويس بس محتاج شويه سوبرفيجن، في مستوى ثالث هي كانها دايره كده، مستوى ثالث ان انا متقن السكيل قوي لدرجه انا مش محتاج خالص سوبرفيجن، في مستوى رابع انا متقن السكيل لدرجه ان اعلمها. فانا اللي بتقوله النهارده شام انت خدت الليفلز الاربعه دول من اول لما انا اصلا مش عارف اعملها خالص لغايه ان انا النهارده انا ممكن اكون بعلمها. واللي انت بتقول ده بقى يعني هو الفير اوف بابليك سبيكينج سربرايزنجلي يعني هو فير رقم 1 في العالم. انه الناس بتخاف منه اكتر من الموت تقريبا، عالميا. رقم 2 الدث اكتر من الموت. هتموت ده رقم 2 ليه؟ لانك مش عارف هتموت امتى، الله اعلم يعني دلوقتي بعد سنه، لكن انا عارف ان هطلع انا دلوقتي قدام الناس في 5000 واحد باصين لي كلهم مستنيين ان هم يعملوا جادجمنت، فانت كده كده مرعوب. فده رقم 1. وبيقول لك في 10% بقى عندهم فوبيا، واحنا شفناها في ناس وقعت على الستيج كتير قدامنا. فدول خلاص هو بالنسبه له ده انهيار. وفي 10% بيعشقوا المايك. فيعني دي الايه الارقام. وربنا ما يوريكم يا جماعه اللي بيمسكوا المايك دول بيعملوا ايه. رغي السنين. حلو زي الفل. فايتس سكيل اقدر انميها مش يا جماعه في جزء تالنت، لكن هي اكتر حاجه هي سكيلز اي كان اكواير واقدر اشتغل عليها. نعمل ايه بقى اكواير السكيل دي ازاي؟ اقف بقى قدام المرايه واجيب الورقه ايه اعمل ايه؟ طيب بص، هي عشان بس يعني الكونكلوجن بتاع الحلقه هي في الاخر براكتسنج، وهنشوف القصه دي في الاخر. بس تعالى نفكر مع بعضينا في تيبس تخلي ناس تهدى شويه قبل ما تروح. حلو قوي. مبدئيا كده في حاجه بنقولها ask about everything. اسال على اي حاجه، اسال على كل حاجه في الاول خالص. اوكي، لما حد هيقول لي انت عندك توك اسال عن كل معلومات كتير، كل التفاصيل. حلو. ودي بتريح كتير لانك انت بتاخد وقت imagination ايه اللي هيحصل. فاسك about ايه توبيك. هنتكلم صباح الخير مع جاي اكلمكم عن ايه النهارده. وعن التوبيك ليه؟ لان مش كلنا شاطرين في كل حته، حتى وذن الفيلد بتاعك. انت النهارده في الكارير عندك معلومات كتيره جدا، بس في حته معينه ممكن ما تبقاش تخصصك. صح. فرقم 1 بيقول لك انك بتهدي 70% من الانكزايتي اللي عندك او انك بتبقى متوتر لما تماستر التوبيك. التوبيك ده انا فاهمه وهضمه واشتغلته بايديا ومبسوط ان انا هروح اتكلم فيه. حلو. فان هو بيتحول التوتر لاكسايتمنت. نايس. انا بدل الاثنين نفس الدوبامين، الفعل والدوبامين والقلب وبتاع، بس ان هو انا متحمس ان انا شاطر في حاجه فعايز اقولها للناس، وهنا انا متوتر وخايف ان انا اقول حاجه ممكن ما تعجبش الناس. نايس. فدي بتيجي من ان انا اصلا بعرف هو ايه التوبيك يا جماعه وابقى حاضر عنه، وتبقى محضره تحضير رجاله. حلو قوي. انا هقعد احضره فانا هضمه كويس واروح اظبط. حلو قوي. اسك اباوت الاودينس، ودي واحده من الحاجات الخطيره. ديليفر ده لمين؟ صغيرين ولا كبار ولا مانجرز ولا عاملين ايه؟ ديفنتلي. لانك كمان لما تيجي تحضر انت الافيهات وشكل السلايدز صح، والدخلات بتاعتك وكل حاجه مبنيه على هو مين اللي قاعد. صح. رقم 3 العدد بتاع الاودينس، لان النهارده هتكلم على 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200 الف ولا 5000 واحد. ليه؟ لانك برضه لما تيجي تحضر بتحضر الانجيجمنت بتاعهم عامل ازاي. انا اقول لكم على حاجه حلوه يعني طارفه، انه ممكن هشام وهو رايح يدي توك دلوقتي يبقى واصل مرحله انه هو انا بس عايز اعرف كام واحد يبقى موجود، لان لو عدد صغير انا مش عايز اروح. فتخيل هو انا بس قلت الطريقه دي اللي هو بص الفرق من ان انا ممكن ابقى عندي رهبه لو العدد كبر انك توصل وين يو ماستر السكيل، او العدد صغير انا عايز عدد كبير بالزبط. انا عايز اروج ليه 50 واحد هم اللي يستفيدوا نسمع 2000 5000 واحد، وحاسب بالفرق كبير ما بين ان في عدد قدامي قليل وعدد قدامي كبير. فانت اعرف التوبيك، اعرف الاودينس، اعرف عدد الاودينس قد ايه. تمام. واعرف اللي اوت، هو قاعه ولا مسرح ولا يو شيب. ليه؟ لانك برضو بتحضر الاكتيفيتيز والايماجينيشن فالحاجات دي ممكن تبدو بسيطه بس انا بقول لك مهمه قوي. واعتقد حاجه كمان انا محتاج اعرف الديوريشن طبعا.
طبعا. انا اكرم عنده مشكله في الديوريشن كده بيقولوا له معلش هي توك تلت ساعه، فهي التلت ساعه دي بيعرف بيها نفسه. يعني ربنا معاكم يا ومهما الناس بقى رفعت له يوقف ناقص دقيقه ناقص دقيقتين هو انا هكمل الستوري. دي حقيقه. فلازم ابقى عارف الديوريشن قد ايه، لان نفس التوبيك ممكن اديه في ربع ساعه، في نص ساعه، في ساعه، في ساعتين. فلازم اكون عارف انا هديه في قد ايه وقت. يس انا عندي حاجات بتقعد نص ساعه وهي بتقعد 4 اسابيع. يس. فانت تحب تظبط دي. الستارت ابس اللي بيبقى عندهم 3 مينت بيتشنج فانت محتاج تعرف هي 3 مينت ولا 5 دقائق بتفرق. طبعا الديوريشن. وحاجه تانية برضو بسيطه جدا، لبسك. اسال عن اللبس. لسه هسال سؤال. هو انت المفروض تلبس ايه؟ هو اللي موجودين كلهم هم طلبه ولا ناس وزراء ولا بيزنس مان ولا وانت كمان ايه اللي انت بتسرح فيه؟ يعني خلي بالك انت النهارده لو متعود على الكاجوال ولبست جرافطه وبتاع انت ممكن تتكتف وده بيفرق. انا فاكر كويس قوي زمان قوي هشام، كنا اول كام ايفنت هشام البليزر والمنديل والشياكه عنده كميه مناديل. صح. فانا بالنسبه لي انا لازم اطلع مظبط نفسي قوي. اخر 2-3 هشام بقى بيروح انا هروح بتشيرتات. ليه؟ انا قاعد بكلم طلبه، انا عايز الموضوع يبقى كاجوال. خلاص بقى برضو في سنه مور كونفيدنس، مور خلاص انا عديت ده كتير. انا في الاخر انت مش هتقيمي بس بشكلي وعايز ابقى مستريح، فده بيفرق. لكن لو انا قاعد قدام مانجرز لا ممكن ابقى عايز دريس كود مختلف سيمي فورمال. فبتسال برضه عشان ما تبقاش انت رايح غريب قوي يعني كلهم لابسين بدل وانت رايح بشورت فتحس في حاجه غلط. امبارح كنت في ايفنت في سفاره وهم قايلين سمارت كاجوال او سيمي فورمال. فقلت سيمي فورمال سمارت كاجوال الاثنين واحد. فانا رايح لابس سمارت كاجوال وبراندز ابن ناس برضو يعني، بس معايا الشنطه بقى بتاعت اللابتوب. دخلت جوه لقيت في بدل، في فساتين، وفي ستيج حلو، وفي مود مختلف. حسيت بايه؟ ايوه مكسوف. ممكن حد يشفطني ده. ايوه مكسوف. ففعلا انت دي حتى بتدي لك انت ثقه انك شبههم. فتسال على ده. واخر حاجه تسال عن عايز اقول لك هي فرقت معايا قوي. لقيت واحد من الاصدقاء في الايفنت جاي بقى ايه، انا المفروض سمارت كاجوال، هو جاي كاجوال ومعاه برضه الشنطه. انا هقف معاك بقى طول الايفنت. انا على فكره مش الوحيد، هو اللي قال لي على فكره. لا واوحش مني كمان ده كاجوال. بص بتفرق كتير. حلو. فالدريس كود مهم، فلازم ابقى عارف انا هقابل مين وهم الدريس كود بتاعهم ايه. حد على فكره في الانترفيوز، انت لو رايح النهارده انترفيو لو طبيعه المكان انه بيلبسوا بدل، انا محتاج البس بدله شياكه بكرافته حلوه. لو انا رايح الناحيه التانية هم اصلا شغلهم كله بالتيشيرتس، فانا محتاج البس بدله. انت لو رايح بدله انت في حاجه حضرتك بيسموها الكالتشر فات اللي هو ما تنفعناش. حلو. فدول 5 معلومات. بس فيها واحده اخيره 6 يعني معلش انا بحب الستات. فعلا. اسال عن اللوجيستكس. ودي بقى دي بقى دي بقى اللي بتبوظ اي ايفنت. اسال عن اللوجيستكس. ايه بقى اللي اسال عنه؟ اللوجيستكس من حيث في لابتوب ولا اجيب اللابتوب بتاعي؟ ابعت البرزنتيشن. ايوه بالايميل ولا انت كده لازم تبعتها لنفسك وبالايميل وكل حاجه. انا كده هتتحرق قبلها بيومين يعني هي هتروح الفلاش هتبوظ. هتحصل لك حاجه. في كونفرتر ولا لا؟ يعني ياما بنجيب لابتوبس وما فيش كونفرتر فبنقعد بقى نعمل المشاكل ده. في بوينتر ولا اقول لحد والنبي قلب لي، ودي تبقى من اوحش الحاجات اللي في الدنيا. فالحاجات البسيطه في مايك، والمايك شكله عامل ازاي اللي هو دوت ولا في الايد. فكل الحاجات دي اسال عليها. ده احنا بنفرش الفرشه اتخيل كل الوضع عشان خاطر بظبط نفسي واحضر بيه عليه. انا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الحته اللوجيستكس دي. كان في مره في كوربريت كبيره وكنت طالع المفروض هدي توك مع احمد بدر. اوكي. فاحمد بدر راجل ما شاء الله يعني علامه يعني. فبقول لهم يا جماعه معلش بس يعني انا هطلع اتكلم وهو بيتكلم. فيقول يعني ما شاء الله انتوا اتنين ده اهدوا بس كده. لا بص يا جماعه طالما هنطلع احنا اتنين طب انا هعمل ايه؟ انا هوستو. حلو. فينفع انا اهوستو، هو عنده علم كبير، انا ممكن ايه بعد العلماء لما يتكلموا انا اعمل شويه ريكاب اظبط الدنيا. فكانت حاجه من الحاجات اللي فرقه هو مين الاودينس قاعد قدامي طبعا. ومين اللي هيكون جنبي اللي هتكلم معاه. فلو طالع في بانل مثلا فانا مين اللي طالع يتكلم جنبي. فيا جماعه لا it would differ في كتير. انا نوع التحضير بتاعي هيختلف. ممكن اصلا غير حاجات يعني ممكن غير في سيت اب. انا فاكر كويس قوي في مره واحده من الايفنتات كان في حد في بانل وهي كانت واحده وكانت عامله حسابها ان هي تتكلم ببرزنتيشن. هي اصلا عامله حسابها انها هتتكلم في برزنتيشن. فراحت لقيت انا جوه بانل فقالت اوكي بصوا يا جماعه لما هتسال السؤال ده هستاذنكم بس ايه انا هفتح البرزنتيشن واطلع اقف. فبقى الموضوع شكله قد جدا لانه حضرتك هي بانل احنا عايزين نسالك سؤال يعني هنقعد نسالك كتير. فاللوجيستكس بتفرق حلو قوي. انا يعني برضو حضرت اخر ايفنت فاوندر لستارت اب كبيره واحنا كلنا قاعدين مستنيين
وماسكين الموبايلات بنصوره مستنيين هنقول بقى فقعد 35 دقيقه بالظبط متضايق ان البرزنتيشن شغاله هناك ومش وراه، وقعدنا نحاول نظبط في القصه دي كتير، شغاله في الشاشه اللي قدام مش شغاله وراه. يا جماعه عدوا الحاجات دي، العلم في الدماغ، انت دي بالنسبه لك بس مجرد بوينتس، فدي هنتكلم عليها في حته البرزنتيشن. فاحنا كده قلنا 6 حاجات. ست حاجات. انا هحاول اريكاب. يلا باش لا استنى انا هقول لك انا اعترضت في اول واحده في التوبيك، توبيك الاودينس، يس عددهم، برافو الديوريشن بتاع التوبيك. هايل. استنى رقم 5 دي. استنى لا كان في حته لوجيستكس دي رقم 6. المكان اللي اوت. ايوه صح كده، اللي اوت القاعه عامله ازاي. يس حلو قوي. واللوجيستكس دول 6 حاجات. دول 6 حاجات حلو قوي. اسال فدول كلهم لما هسال عنهم انا بقيت مهيئ نفسي نفسيا، وكمان عملت شويه ايماجينيشن. تخيل. فانا هقف على الستيج هرجه. لا او بتفرق. هقف اليو عارف شيب. انت الناس اللي هي بتبقى قبل البطوله او قبل حاجه بتروح نايمه وغمضه Yes. عينيها مفكره في الموضوع. Yes. ده التخيل. فانا كده ده بري، انا حضرت شويه معلومات هتساعدني اني اجهز نفسي للتوك اللي بتاعتي. جاي. رحت التوك ولا ولا امتى بقى؟ رحت امتى؟ ايه ده مش المفروض اروح كام ايرلي مش زي اكرم. الموضوع ده مهم قوي. لازم طبعاً. تروح بدري. طبعا معروفه انت ميعادك 6 مش بتروحش 6 ونص، لا بتروح 6. طبعا انت تروح بتروح 6 5 على الاقل قبل 5. ل3 اسباب. مش عايز اقطع. انت كده ما بتعملهاش، بس انا بقول لك يعني يمكن تستفيد بيها. يمكن تستفيد صح. اول حاجه ليفل التوتر بيهدى. انت النهارده لما تروح جري على التوك بتاعتك ومش فاهم حاجه اكيد الموضوع بيبقى يا لهوي ده ناقص قد ايه ويلا انت صح. فين وبتاع. فده رقم 1. واحده من ضمن الحاجات اللي بتقلل التوتر تعالى بدري. انت طبعا مش هتستوعب اللي انا بقوله. انت بيفوتك طيارات، الموضوع بالنسبه لك اكبر من كده. فاكر اخر ايفنت غيروا في الاجنده عشان راح متاخر دقيقه. يا جماعه دقيقه مش قوي كده. يعني عيب والله. بس هو التوك بتاعتي 5 فرحت 5 دقيقه يعني. لا ما فطلعوا اللي بعد. انت ما ينفعش تروح في ميعادك. طبعا تهريج. لا بقول لك لازم تروح قبليها بساعه. طيب فليفل التوتر بيقل. الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه لازم تانجيج مع الاودينس. انت لما بتروح تتكلم مع الناس توقفك وتتكلم معاهم، انت بتعرف هم فين. اوكي. بتعرف هو انت لا ده انتوا لسه بيزك خالص ولا في ناس منهم ادفانسد. فانا بناء على الكلام ده ممكن اخد منهم كلام واظبطه واحطه على الكلام بتاعي. سألك سؤال معين فانت تقوم ريفلكت الكلام ده في اجابتك. زي يا جماعه قبل ما اطلع كان في حد بيسالني على الكلام ده. حلو ده. فبتعرف الليفل بتاعهم فين وانت بتبيلد اون على الكلام بتاعهم. حلو قوي. الحاجه الثالثه بقى ودي المهمه قوي، اعرف ليفل السبيكرز اللي كانوا قبلك او بعدك. ايوه حلو بالذات ده. اللي قبلك. انت النهارده الموضوع ده مهم قوي. حلو قوي. انت النهارده لما بتروح وتلاقي السبيكر اللي قبليك ضعيف او يعني اللي هو كلير كوميونيكيتور بيوصل المعلومه، انت بتبقى طالع متحمس انا هطلع اهد الدنيا. واللي قبلك كان قوي قوي بيعلي عليك البار. وحشه قوي. هو انا لازم انت اعلي. محتاج تعلي وممكن كمان تاخد من كلامه برضه. صح. تبني عليه. صح. فدول 3 حاجات بس مبدئيا كده عشان خاطر تروح بدري. حلو. فانا اوصل بدري، اخد جو المكان، اقابل الناس من الاودينس ممكن يسالوني، هرفلكت ان الاسئله دي جوه التوك بتاعتي، اشوف السبيكر اللي قبلي او اللي بعدي فابقى متخيل الدنيا عامله ازاي واستغل او ابني على انا كل ده ما قلتش حاجه. كل ده بس ايه بحضر. الموضوع واضح ان فيه علم بريبريشن. بنحاول. اتفضل فندم. طيب رحت. حلو. طلعت هنقول ان احنا طلعنا علشان ننجح. في حاجه ثانيه بنقولها قبل ما نطلع. طلعت خلاص. حلو. ستارت سترونج. حلو. ودي مهمه قوي قوي قوي. معلش احنا كم مره بنحضر توك ونلاقي البدايات ممله وكليشيه. بقت ممله التوك خلاص. انا بشكر حضراتكم على التنظيم وشكرا على الدعم وميرسي انكم كلمتوني وشكرا لمنظمين الايفنتس والحاجات دي كلها فيري فيري بورينج بالنسبه للناس العاديه. ساعات بيبقى فيها حته يعني محتاج تعملها بوليتيكلي اوكي، لكن في العادي مش الطبيعي انك تبدا البدايات الكليشيه دي عشان بتفصل الناس، والناس بتفنطك في 3 ثواني فعلا زي موضوع السي في. من 3 ل7 ثواني انا بعرف الراجل دوت هيقول حاجه ولا هيتعبني. يس. فابدا بسؤال كاتشي تخليهم يفكروا هم يعملوا ايه. انت بتعمل نعملها طبعا على الله والله العظيم. انا بعمل سؤال كام شركه قول لنا امثله. لا انا فاكر كويس قوي من اللي انت بتقوله فعلا. حتى واحنا بنروح مع بعض الميتنجز احنا من اول الانترودكشن
احنا انت عارف الكلمه المحفوظه كومدير انتاج بامبرز مقاس 5 ونص شرق أيوة. الاوسط، فلازم اقولها، فلازم قدامي يضحك ويبتسم. بالظبط. ففي حته في الاول انا بحاول بريك الايس كده مع الناس، أيوة. واللقطه الاول بعد ما اخلص الانترو كم واحد مقتنع الشغل في مصر وصل يرفع ايده. ده سؤال. فسؤال ان هو بتعمل ايه؟ بتخلي الناس تفكر وتنجيج وتبدا ترفع ايديها. صح. فده من الدخلات القويه. الدخلات بقى اللي هي والله يا باشا اتعلمناها ما اتعلمناهاش كده بس خلاص، ما هو ده، ما دي تكنيكس بقى بتتعلم. صح. الحاجه التانية المهمه قوي يا جماعه، قوي 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 قوي، اللي انت بصراحه استاذ فيها، ستوري تيلينج تكنيك. انت ما فيش توبيك تقدر تديليفر والناس تفضل فاكراه الا لو انت بتحكي قصه. صح. فلو سمحت حور اي حاجه بقصه. احنا النهارده لما بدانا البودكاست قلت لك الستوري بتاعتي وبتاع، وما عرفتش اتكلم لحد ما. فوات ايفر انت بتعمل ايه، احكي القصه، هتلاقي الناس ما بتنساهاش. صح. وبتفضل معاك من الاول للاخر عشان تشوف نهايه القصه ايه. انت قصتك بتاعت راس جامبو. بمناسبه القصه انا هقول حاجتين. اول حاجه، في مره كنت انت بتدي توك عن الانتربرينورشيب، واول لما عايز تقول حاجه في حته البرودكت ماركت فيت وانك تنزل السوق، فقمت انت كل الناس بتقولها بتقعد تشرحها. قمت انت مشغل فيديو في فيلم اكشن، ناس بتتخانق مع بعض ومش عارف ايه، وفعلا كان في لقطه. فانا لغايه دلوقتي فاكرها. ليه؟ لان انا فهمت كلمه برودكت ماركت فيت، انك المنتج ممكن ينزل السوق يتضرب صح عن طريق الفيديو ده شغلته انه في 30 ثانيه وصلتني المعنى. انا لغايه النهارده انا مش ناسي. فيه ضيفه جت معانا في البودكاست، هو احنا في البودكاست حاسس وهي بتتكلم انا سمعت الكلام ده قبل كده وانا قلت حاجه فهي حاسه ان هي سمعت الكلام ده قبل كده. فاكتشفنا ان هي حضرت لي من 7 سنين. تقول لي انا دلوقتي افتكرت، انا قاعد بقول انا اكرم متاكد على فكره من زمان حاضره بقى القصه من زمان. لو انت بتحكي قصه افتكرت ايه ده، انا سمعت القصه دي زمان. لغايه النهارده القصص دي بتفضل سايبه اثر في حياه الناس. لا بجد من اكتر الحاجات المخيفه في انك لا انت خلاص بقيت شخص امباكتفul. انا القصه مش هنساها، المعلومات ثبتت. فالستوري ستوري يا جماعه، ما واخترع ستوري على فكره مش لازم تبقى حقيقيه 100% عشان بس يعني نكون عادي فيها حقيقه، بس في تاتشات حطها بحيث ان الناس توصل لها المعلومه عن طريق قصه. يعني ممكن تاتشات يكون افيه، نكته، حاجه. يا جماعه الافيهات بتتحضر، حابب اقول كده للساده المشاهدين، الافيهات بتتحضر. بس طبعا في حته هنتكلم ان هو السنس اوف هيومر مهم، بس خلي بالك لو انت مش دمك خفيف عشان دي انا مش عارف دي انا نكتشفها ازاي بس بتفرق ان واحد بيستظرف لان هي شعرايه، وان واحد دمه خفيف. بس لو عرفت تضحك الناس كل حاجه فكت. الناس بقت انجيج معاك. دي من اكتر الحاجات اللي بشوفها. انا عايز اقول لك انا اكرم، انت عارف انا انا عندي اسطوانه انا بخش في كل الايفنتات بس خطير. بس اللقطه ان لو قاعد قدامي لو لقيت من اوائل الافيهات الضحك في قليل انا بهبط. ايوه طبعا. فانا ماشي فمستني الافيه اللي جاي، فلو التون ابتدى ما يعلاش ماشي هو ده يوم مقرف وانتوا عيال فصيله ايوه صح، احنا هنقضي الليله مع بعض. اللي هو الافيهات القويه اللي انت مستني منها الناس بتاع ما فيش. هي الحمد لله بتاع طرش جوزي بتجيب بس لكن شهاب ورا الكاميرا عمل كده بتقول ايه لا القصص حلوه قوي. بس انت كمان قلت حاجه تانية. انت قلت اول حاجه ابدا بدايه قويه طبعا، ويا سلام لو سالت اسئله فتنجيج الناس. وبعد كده قلت حته الستوري تيلينج مهم ان انت تدخل في المحتوى بتاعك قصه فيها سرد بشكل كويس. وكمان قلت حته سنس اوف هيومر. انت يا سلام لو قدرت ان ودين القصه او قبل او بعد يعني في حته فيها تخفف من ان انا بدي محتوى. عشان كده برضو حتى قلتها انا في قصه، انا بحكي ستوري، انا مش قاعد بكلم كلام علمي بحت، بدي ستوري. وكمان في حته دعابه نفك الدنيا شويه. لو عرفت تعمل كده انت هتبقى مبسوط، الناس هتبقى مبسوطه وهتفضل هيجوا يصوروا. طب معلش انت تعال نفكر مع بعض صوت عالي. انت ازاي وصلت ان مثلا انا اعتقد انا مثلا عارف انه انا في كلام بقيت خلاص بقوله طبعا. انا عارف ان الحته دي هتضحك. ده بيجي ازاي يعني؟ انت عملت ده ازاي؟ براكتسنج يعني. انا جربت كذا افيه ما ينفعش، ما بقاش بقى انا مصمم ان هو ده الافيه اللي هيجيب خلاص. صح فبدات اوصل لمرحله في الاخر ان وانا بعرف نفسي انا بشغل فيديو اللي اوله وانا عندي سنه بتشقلب، فالناس بتشوف ده بتضحك، انا بسمع الضحك انا بستريح. نايس. فخلاص فانت بتقعد تجرب لحد ما تلاقي الدخله اللي مريحه ليك. واهم حاجه الدخله. انت نفسك لو الدخله رخمه وتوترت هتلاقي بقيت كلها بايظه. يس. فهي تظبط دوت بالبراكتسنج.
لحد ما حاجه تنفع هي دي بتاعتي، Yes, وهتفضل yes. بقى معلق عليها طول عمرك. Yes, حلو الاسطوانه بتاعتي. ده حقيقي. وفعلا احنا والموضوع فيه براكتس كتير، لان انا كل مره انت في افيهات خلاص بقى بتقولها ناجحه، Yes. بس كل مره بيطلع حاجات جديده طبعا بتيجي مع الكلام طبعا. فواحده سمعت هبدا اكررها، لقيتها بتجيب كمل باشا خليها معاك دي استخدمها. حقيقة. حط نفسك مكان الاودينس، يعني عشان بس يا جماعه والله الموضوع ده مهم قوي. ممكن تبقى انت قاعد بتنقد كتير، بس انت عمرك ما حطيت نفسك مكان السبيكر، ولا انت حطيت نفسك مكان الاودينس. كم واحد فينا نام في محاضره وسرحت ومسكت دي اوقات الموبايل؟ بتبقى بلاند، تبقى هروح انام في المحاضره انا دي. كده رايح انام في المحاضره. فانا النهارده لو سالت الناس دلوقتي اللي اتفرج علينا، قلت لهم يا جماعه ايه الحاجات اللي نفسكم تلاقيها في سبيكر قوي، مفيش حد هيختلف عليها، هيقولوا لك كلهم، هيرصوا. تعال نرص مع بعض. يلا بينا. انت نفسك تلاقي حد بيتكلم عامل ازاي عشان تبقى مبسوط؟ يبقى عنده سكيل زي ايه او انا اقول لك حاجه غريبه اول ما قول انت لي. قلتها، يعني انا عايزه من اول حاجات عايزه يبقى بريزنتبل كشكل. كشكل، شكرا. يعني جاي مهندم كده، مش يعني مش جاي عشوائي. بالظبط. انا هقول لك اه. قصه سريعا. احنا في واحد من ضمن الناس يعني اللي كانوا شغالين معايا، هو كان عايش بره مصر، فالانجليش بتاعه فلوينت فظيع، فاحنا دايما بنحطه از بي ار، هو اللي بيتكلم هو اللي بيهوست وبتاع. بس كان عنده مشكله ان هو بينزل كل مره مش كاوي القميص بتاعه بره، بيخش يروح حاطط البتاع بتاعه وبيجي متاخر زيك، فهو في الاخر ايه؟ مش مهندم. فبالتالي فيرست امبريشن لاست جدا، الانطباعات الاولى جدا تدوم. جدا. فدي اول طلعه. Yes. ماشي، ايه تاني نفسك تشوف السبيكر قدامك عامل ازاي؟ لا، حاجات كتير من انت قلتها. نفسي فعلا احس ان هو عنده محتوى قوي. شكرا. فده اعتقد جاي من بريباريشن، وان هو بيقول محضر حاجة قوي، في الآخر، بيقول أنا كلام جاي مفيد أسمع. بالظبط، لان في ناس كتير بالظبط. بتطلع في ايه. وحاجه ثالثه مثلا بالنسبه لي انه ما يبقاش انا احب اسمع قصه، بس اوقات لما الموضوع بيزيد عن حده قوي، ان واحد قاعد بيتكلم عن نفسه قوي، فاللي كتير. هو بتحطوا ان انت جامد. أيوة. يعني يمكن اوقات بعض الستوريز احنا بنقولها تبقى قصص فشل مش صح. قصص نجاح. صح. يعني مش جاي اقول لك النهارده انا نجحت ازاي، انا جاي اقول لك خد بالك انا فشلت وطلع عيني، الليرنينج بتاع الستوري وخدت ليرنينج عامله ازاي واستفدت ازاي مم. فاوقات الشخص اللي بيتكلم عن نفسه كتير، الموضوع بيبقى زي ما حد يعمل دلوقتي كده، الموضوع بيبقى لا دي حاجه من الحاجات المهمه قوي، لان في ناس فعلا بيبقى عندها الايجو بقى راكب جامد. Yes. فانا خلاص انا فصلت لانك انت ما عايش، انت ما دخلتش مكاني. Yes. انت جامد على طول. Yes. انا عايز انت كنت تحت وطلعت فوق. Yes. فطبعا دي مهمه. قول. لا، في حاجه اخيره بقى، لان في في واحد مشهور اه كان صادمني، مم. مش هينفع نقول اسمه. طلع على الستيج واحد مشهور، واحد سيلبرتي اوكي على يوتيوب، سيلبرتي. اول لما طلع على الستيج في ايفنت كبير، هو حتى قال انا يا جماعه مش متعود ادي بابليك سبيك. وهو يعني عرفته ملايين فطلع. المشكله بقى الكبيره كانت ايه؟ احنا كده منتظرين انت تقول، احنا اصلا مهيئين عاليه، احنا كمان مهيئين انت تقول اي حاجه هنضحك. فاول دقيقتين 3 الدنيا عاديه، 10 دقايق الدنيا عاديه. الاكتر بقى من كده ايه؟ ان الموضوع كان مش منظم خالص في الكونتنت. فالموضوع ما كانش ستراكشر. فمش بس انا ما عنديش معلومات، او عندي معلومات بس انا بقولها بشكل عشوائي قوي طبعا. فمش زي اللي انا عملته دلوقتي ده عشوائي قوي. فانا ايه ده؟ انا مش انت بتقول ايه الثريد؟ يس الجيرني برضو. انت في الاخر بتقول برضو ستوري. الستوري باخده ستراكشر معين، فكونتنت منظم. طيب، وفي بقى حاجات تانية ليها علاقه بطريقه الكلام والبادي لانجوج فاللي انا قصدي عليه، انت بس قبل ما تطلع كده شوف انت نفسك لو انت اودينس الراجل سبيكر ده بشكله عامل ازاي، واعمل زيه ببساطه يعني شديد. الموضوع بسيط خالص، بس طبعا تنفيذه صعب. صح. طيب دي بقى الايه الحاجات اللي تعالى نقول تاتشات خفيفه. حاول تحط statistics. الله. حاول تحط ارقام. نايس. الرقم بيدي للشخص اللي قاعد، اولا انت راجل عامل ماركت ريسيرش قوي، وثانيا انا مش هراجعك في اللي انت بتقوله. ده انت بتقول لي اكتر من 92 و3% بيحصل كذا 73%. وانا بقول لك بقى ما تجمعهاش، يعني ما تقولش 94، قول 93 بوينت كذا. دي بس حته كده في الخباثه، بس الارقام بتدي كريديبيليتي. يس. فلو عندك ارقام بينها. حلو قوي. مشكله الناس ان هي بتنسى. بتنسى، وده قضاء وقدر. بس ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان خاطر ما تنساش؟ احنا محتاجين اللي نحفظه المين بوينتس بالسيكونس اللي احنا هنقوله. تمام. مش انك تحفظ سكريبت. لان الناس
انا بقول لك هتحفظ سكريبت هتنسى صح. الموضوع جداً، منتهي، جداً. لانك لو في كلمه وقعت منك انت كده اتدمرت. فانا محتاج اعرف ايه، انا محتاج اعرف والله انا في السلايد دي هقول الكلام ده، وهبقى عارف ان انا هقول افيه هنا، وعارف بعد ما اخلص هخش على النقطه اللي بعديها. ده اللي انت تحفظه. شكرا. عايز اقول لك يا اتش، انا كنت يعني من زمان بعرف اطلع. يعني انا فاكر 2000 اول مره ادي سيشن او توك 2009 اوكي 2008 حاجه. والعدد صغير. وبعد كده في 2009 اديت لعدد، وقفت في مدرج في جامعه واديت. الدنيا جميل. 2012 كنت بشتغل في UN، وكان عندنا ايفنت، فانا هطلع اول كم الناس واتكلم عن الجلوبال كومباكت برنسبلز، حاجات معهم 10 بوينتس اقولهم، او هقول ان البوينتس بيتكلموا عن ايه. فقعدت اعمل اللي انت قلته من شويه، ان انا قعدت اكتب انا هقولها ايه واقولها ازاي بالانجلش، ومش عارف ان كان في اجانب، فانا عايز امشي بسكريبت معين. قاعد بقوله وقمت قايل لنفسي ايه ده، هو في ايه، هو انا ليه قاعد بحفظه ومحشور ومش عارف اقوله. وقد كان رحت عشان انا قمت قايل انا خلاص يا اكرم ايه اعرفها بوينتس، بس ما كتبتش البوينتس، ما قولش انا هقول ايه البوينتس. وانا بقيت 3-4 سنين بدي عشان عارف ان كان في سكريبت. جيت اقوله ما عرفتش اقوله، ما بتجليش على فكره، هتحفظ ما عرفتش اقوله خالص. فقمت قالب الكلام، قمت مطلع السبيكر اللي بعدي، وانا اللي بويلكم الناس، انا ببدا الايفنت وانا ما كنتش بتوتر خالص. مش مشكله لو عملت كده التوتر هتلاقيه بقى ليفل الوحش. انا عادي. فاكر كويس قوي اتش، مره كان عندنا انا وانت ميتنج مش نسيت الشيخ زايد مع سبونسر. وبعد كده احنا طولنا مع السبونسر، وانا كان عندي سيشن هديها في الجنرال الكتريك ريجنالي بالانجلش. واو. فما كانش خلاص، انا مفيش اي توتر، هروح قمت فاتح اللابتوب ايه الاخبار يا جماعه ويلا بينا، قمت قايل ليه خلاص انا مفيش محضر قوي، عارف النقط، مش سكريبت زي ما تقول. ففكره السكريبت عشان كده حتى في الانترفيو قبل بنقول للناس ايه، انا هعمل مايند مابس. المايند مابس عباره عن نقط. أيوة. انا في البوينت دي هقول كذا واقول كذا واقول كذا واقول كذا، واحفظها فيجولي، وانت بس دماغك البوينتس قولها، ما تبقاش سكريبتد. بالظبط. وزي ما انت قلت انا في الاخر هتبان وكاني برتجل، وهتبان كانها سبونتينيوس، لكن هتطلع منظمه خطيره. فدي اوعى تحط سكريبت، والله هتنساه. بتحداك اقسم بالله هتنساه. وبعدين بقى في نقطه حلوه بقى، اللي هو لو انت نسيت اللي انت هتقوله اتس نوت ا بيج ديل، عادي يا باشا. ليه بقى عادي؟ لان مبدئيا انت بس اللي قدام نفسك عارف انك نسيت. صح. حلوه. لو سمحت ما تقولش معلش يا جماعه انا نسيت النقطه دي، ما تبينش ده. يعني انت نسيت خلاص، اللي قدامك اصلا مش عارف هتقول ايه. منطقيه ده ايه ده، والله تصدق بديهيه. لا انت قلت حاجه فعلا، انت اللي محضر برزنتيشن، فانت الوحيد اللي كنت عارف ايه النقط، هتقول ده بالنقط. بالظبط. فعادي يا جماعه لو هم كانوا 6 وانت قلت 4، ما حدش عارف هم كانوا 6 ولا الهوا. وتعامل وما تبينش، لان ده بيخلي الناس تفقد مصداقيتك صح في اللي انت بتقوله. صح. حلوه. فدي برضو نقطه بسيطه يعني. حلوه. دي بقى اللي هي الخوازيق اللطيفه اللي بتحصل في الايفنت. فبنقول لك avoid السادن فاكتس بقى اللي بتحصل. في حاجه هتحصل وانت بتتكلم انت مش محضر لها، فلو سمحت تعامل عادي جدا. زي انت عارف انا دايما بقول انا بتاع جمباز بقى وبتشقلب وبتاع، ايه اللي يخلي واحد بتاع جمباز وهو طالع السلام يروح متكعبل واقع على وشه؟ بقول لك انا السلام عليكم. وحصل. هتعمل ايه بقى؟ كعبلت. كعبلت طبعا. عارف محمد رمضان كده حصلت. بس هو كمل عادي، وقف يا باشا اسد. هو ده بقى الصح. انا في واحد صاحبي وقع ما بين السكرين والستيج، يعني هو بيتكلم مره واحده اختفى، ما بقاش موجود. انت حط نفسك مكانه، هو قاعد تحت دلوقتي. هو قاعد تحت، هو طلعوا قاعد مش عارف يطلع يعمل هيقول ايه. عندك زي ما انتوا شفتوا عندك 2 اوبشنز، يا تطلع تتضايق وتشتم في البتاع وبتاع، وده مش ستيج وده مش اسلوب، وده ان هو شكلك وحش وعيل صغير قد كده. يا اما تطلع تسف على نفسك، وده المنطقي، لان كده الناس هتسف عليك، فانت خدها بسعه صدر وطلع انت نفسك على المسرح. طلع انت على المسرح عادي، ده الحل. او تتجاهل الموضوع خالص وتكمل. بس احلى واحده ان انت تسف على نفسك. يس. دي باي براكتس يعني. لا دي فاكر كتير جدا وانا بتكلم، وخاصه لو ورك شوب صغيره. فوانا بتكلم واقول لهم مش عارف ايه والتوتر ومش عارف ايه، وانا بتكلم ام البوينتر وقع او القلم وقع، وزي ما انتم شايفين والله انا حصلت معايا لازم اول تريك. وزي ما انتم شايفين تطلع انت نفسك على طول. وانا فاكر كويس حصلت معانا في كذا ايفنت ان السبيكر اللي طالع اتوترت قوي
لدرجه ان هي فجاه قامت قايله ايه ليا او ليك، انا عايز حد يطلع معايا. ايوه وحصل كتير، دي حصلت كذا مره. فدي حاجات صادم، لا تعامل ايه المشكله؟ والموضوع على هادي آه. خالص. وعايز اقول لك نفس الاشخاص دي زي ما تقول مع البراكتس الدنيا عادي. هو يا جماعه انا فاكر كويس جدا في شخص معين انا قابلته في 3 ايفنتس. اول واحد هو متوتر، تاني واحد الموضوع احسن كتير، تالت واحد اللي هو باشا ما انت شبح هو فيه. يس. وعلى فكره دي بقى نقطه مهمه قوي، لو سمحت اتكلم من قلبك. دايما بيقول لك اللي هو من القلب للقلب، اللي بتقوله من قلبك بيطلع من قلبك. والناس مش مستعده تسمع اي حاجه متزوقه زياده. انت لو اتكلمت بطبيعتك وريجاردز بقى مين اللي قاعد، حتى لو وزير قاعد ما تتكلم يا سيدي. صح. انت شامل اللي بتتكلم، اكرم بيتكلم، فاتكلم لو سمحت. ما تلبس ماسك حد تاني، عشان الموضوع ده بيفرق كتير. طيب طبعا في بقى جزء ليه علاقه بالبادي لانجوج، وده احنا يعني معظم الناس عارفاه، بس بيفرق بطريقه بشعه في الشكل اللي قدام. من الاخطاء الطبيعيه اللي بنشوفها انك ممكن تدي ظهرك عشان خاطر تقرا. فاحنا اصلا وعلى فكره احنا بنقول الموضوع دوت يبدو عادي بيزك بيحصل وناس كبيره. فانت ازاي بتقرا؟ ما انا بعرف اقرا. تديني ظهرك اولا ده عدم احترام، وتقعد تقرا السلايدز، انت خلاص كده فصلت ما بينك وما بين الناس. حركه الايدين والرجلين بتبقى مخيفه. في ناس غصب عنها تحط ايديها في جيبها غصب عنها، ولو قلت له شيل ايدك من جيبك هيشيلها وبعد 3 ثواني هيحطها تاني، لان هو مش متعود، قافش في نفسه او بيبقى مربع الديفنس مود. فدي من الحاجات المشاكل. او بقى البنت بتلعب في شعرها وسايبه التوك اصلا، او يلعب في دقنه، بيلعب في دقنه. والرجلين نفس الكلام. في ناس بتعمل البندول ده اللي بتبقى واقفه طول ما هي ماشيه واقفه بتتحرك فانت قاعد معاها عمال تعمل كده حاجه تخوت. او بتبقى حاطط رجل على رجل كده وانت واقف لكنك باليرينا. فدي برضو من الحاجات اللي انا بسيب التوك وبفضل مركز في رجلي. فطبعا البادي لانجوج فيها حاجات كتيره، والايدين وطبعا اتش صحيح لما بقول الحته دي غلط انه اوقات، بس ده بقى بعد براكتس وبعد خبرات. في ناس انت ممكن تقول ايه ده مش المفروض احط ايدي في جيبه، بس في ناس بتحطها شكرا بس تمام. هو الناس متقبلاها، عارف يعملها وذين كونتكست مع سياق معين مقبول، فتمام. بس دي مش هتيجي من الاول. احنا بنتكلم على اللي في الاول. بس طبعا بالعكس دي بتدي بوزيشننج ساعات في حته. انا بتكلم في حته وانا وانا ماشي خطوتين بروح حاطط ده في جيبي وبتاع. فبس مش طبيعي ان يا جماعه تيجي بعد مرحله من لان الناس بتحسها تناكه. انت حاطط ايدك في جيبك كنت بتكلمنا. الاي كونتاكت. وانا بقى النهارده مش هقول لك على علم الاي كونتاكت على قد ما هقول لك موقف حصل لي وصورته. انا انبهرت بالقصه دي، انبهرت. في الاكاديميه كان عندنا ايفنت كبير في قاعه يعني مدوره كده. فجي واحد اجنبي بيقول لي هم الاودينس هيبقوا قاعدين فين قبل الايفنت؟ فقلت له والله هيبقوا قاعدين في الوش وغالبا ناحيه الشمال كده، يعني في الحته دي كده. فقال لي اوكي. فالمهم الراجل بدا التوك، وطول ما قاعد بيتكلم عمال يبص قدامه ويبص ناحيه الشمال، يبص قدامه ويبص ناحيه الشمال. فانا منبهر بالاي كونتاكت بتاعه. وبعدين صاحبي اللي جنبي بيقول لي خلي بالك ده كفيف. طلعت موبايل وصورت معاه الفيديو. ده كيس. ماستر. انت يعني ايه ما بتشوفش وبتعمل اي كونتاكت مع الناس كده؟ ده معناه انك فاهم اهميه الاي كونتاكت. ده خطير. وان احنا ربنا مدينا الحاسه دي ومش عارفين نعملها. فبيقول لك ازاي الناس لما تكون مش واخده بالها منك ولا سرحانه ولا بتاع، انك تبص مجرد تبص لها هي خلاص رجعت انتباه تاني. صح. وما تبصش لشخص واحد، لازم يبقى عندك المثلث. انت غالبا بتبص للشخص اللي هو بيعمل كده، فانت فاهمني. ايوه انا معاك. ايوه او في ناس بقى بتبص فوق شمال. اصلا انا مش هبص للناس مش معانا ولا انا بكلم ملايكه. فطبعا اي كونتاكت انك تحاول بقدر الامكان تبص على كل الناس اللي موجودين حتى لو في ارياز من بتفرق كتير. يعني انا اوقات بقول برضو بفتي يعني في هذا العلم انه يا جماعه انا لو على حسب حجم الاودينس عامل ازاي انا ببدا اقسمهم مربعات. وبايما بختار 1 أو 2 في كل مربع تبص عليه. هبص في اتجاهه مش لازم في عينه. صح. بس في اتجاهه. فكل اللي في المربع ده شايف ان انا بكلمه. فانا قاعد مقسم مربعات. انا لازم عينيا تبدا تتحرك على المربعات. وطبعا الحركه بتاعت العين هو مش كده يعني لا مش انا مش ايوه هي دي حقيقه هندي. بقول لك في ناس بقى تتقن الاي كونتاكت بتبوظه خالص. جيت اعميها لا الموضوع بيبقى سخيف يعني. اوكي. طيب في بقى حته مهمه قوي، افويد النون ووردز والفيلر ووردز.
زي ايه بقى؟ ان في نون وفي فيلر. النن دي اللي هي النون دي اللي هي او أوكي. دي اسمها ايه؟ دي مش كلمه، ده نون وورد، دي حاجة. في الفراغ. آه. ايوه بالظبط. الفيلر وورد بقى اللي انت بتحشيها، اللي هي نايس. اللي هي نايس. يعني انا بقول بقول نايس، افويد اللي انا بعمله بالظبط. خدوا بالكم انتوا فاكرين بعمله عشان هي لازمه. لا انا عايز اعلمكم. بالظبط، اقول لكم ده ما ينفعش. عندك بقى بالانجلش unfortunately basically actually الحاجات دي كلها eventually. وفي بقى بالعربي انت فاهمني واوكي وتمام. الحاجات دي لو هي في الخفيف حلو هتمشي، لكن كترتها في ناس لما بتيجي تطلع تدي سبيتش انا مركز في اللازمه بتاعته. انت بتقولها باستمرار مخيف، فبالتالي انا فقدت خلاص السيطره. انا بشوف انت بتقول تمام دي كم مره، انا قاعد بعد بقى. هو عارف يا ناري يا ناري، انا قاعد بعد انت بتقول دي كم مره. ف ايه بقى حلها؟ عشان دي بتبقى صعبه. ايوه، في تكنيك بيقول لك السايلنس. يعني ايه؟ جرب هي صعبه برضه، خلينا نحاول نبراكتس مع بعض. انا دلوقتي هقول تمام، فقبل ما اقول تمام انت بتقول تمام دي عشان تفكر في الجمله اللي بعديها. يعني انت بتحشي حاجه عشان تقول في الجمله اللي بعدها. اقف ثانيه وكمل كلام تاني. حسيتك هتقول لازم حاول تقف وتكمل. اموت واقولها. لا نتكلم خلاص. تمام اقول عادي. تمام يعني. نايس. والله بجد انا جربته. اوكي. صعب في الاول، بس تحاول تمسك نفسك وانت هتقول اللازمه. انا اعتقد انه اوقات خاصه لو في بابليك سبيكينج انه لما بتسكت اوقات في حد ذات السكوت ده بيلفت انتباه. طبعا ده كتاب، ده ماستر بقى ان انت كتاب. تقف امتى. كتاب اسمه ذا باور اوف سايلنس. آه. فلما تقول كلمه او جمله او رقم او فاكت كبير لازم تقف بعديه، فتدي مساحه للريفلكشن ناس تجمع والتركيز. حلو انا قوي. باخد $1,000,000 في $1,000,000 وتقف بعد كده تكمل كلامك. او ممكن بنستخدمها كمان انك انت تسكت الناس اللي قدامك. لو الناس بتعمل دوشه ففي لحظه كده اسكت 3 ثواني. فاكر كويس جدا حد السي او شركه كبيره بدون ذكر اسمه كان بيدي في بابليك توك لطلبه، وهو شخصيا بيحب الطلبه دي. وهو غالبا كان اليوم ده كان فيه كومبيتيشن او حاجه، فالطلبه مشهيصين وهو طالع بعد لما هم في لسه في عز الشهيصه. فهو طالع عايز يوقفه. فاول ما طلع بعد ما عرف نفسه لقى ان لسه في مجموعه مهيبره، فسكت كتير لغايه لما ابتدى الناس ينتبهوا انه لا هو الراجل مش راضي يتكلم، فمسكته فابتدى يتكلم. هنعمل بعد كده الموضوع باظ بس اتليست في الاول بس لا ليها باور. وقف الناس. السايلنس ده من طبعا الفويس تونز بكل انواعها. المونوتون الجميل اللي انت ممكن تقعد تتكلم ما شاء الله ساعه بنفس الفوليوم، لا بتعلي ولا بتوطي، انت ماشي، وده حاجه متعبه جدا ممله جدا يعني. ولانك تبقى بقى هادي زياده عن اللزوم، الناس بتنام وانت قاعد بتتكلم، ويا سلام لو التكييف معاك وانت حرقت جوه في ايه. فما ينفعش. وفي السبيد، سرعتك وانت بتتكلم. في ناس عندها مشكله كبيره قوي 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 انها سريعه زياده عن اللزوم، وحتى الادفايس اللي بقولها لهم ما تركزش في حاجه غير انك تحاول تتكلم ببطء، هتلاقي الكلام ظبط. فده علم برضو كبير قوي موضوع واعتقد ان انت حتى قلتها في وسط الكلام، وده هيفرق في تون اوف فويس. فكره ان انت عايز توصل كلام من قلبك، لما انت عايز توصل كلام من قلبك في انرجي. ايوه بتخرج كده، بتخرج تاثر في التون اوف فويس، وتظبط لك كل حاجه. بتظبط. يعني انا فاكر كويس جدا وبشوفها كتير في ايفنتات كتير جدا، ما شاء الله. هشام يوم جاي طالع اللي قبله او اللي بعده الدنيا كانت لطيفه وكل حاجه، بس واكيد كل الناس بتشوفها في ايفنتات، تلاقي مع سبيكر معين العدد على الستيج بيبدا يتملي، صح، يتزحم، وهم ممكن مش عارفينه، بس الانرجي والتون اوف فويس والاهتمام اتراكت الناس تيجي. السبيكر بقى بحد ذاته بيبدا يحس باكسايتمنت سنه انا الناس قاعده بتيجي طبعا. الناس تقف، اعداد ورا كترت، اللي هو انا ماشي حلو، نقول ان فيات اكتر في حماس بقى. انا حسيت ان انا مايور دلوقتي. نفسي اطلع على الستيج. طب اخر حاجه عشان ما نطولش على الناس. لا ما في حاجات تانية بس خلينا ماشي. سترونج اندنج بقى. كلوجر بقى، نقفل كلوجر. زي ما انا بدات قوي لازم اختم قوي. حلو. واختم قوي دي حاول تقول حاجه ايموشنالي. احنا في هدفنا في الاخر الختمه قويه ايه؟ انك بعد ما تقفل الناس تسقف جامد.
فما ينفعش تبقى انت واخدهم في ليفل عالي ومره واحده شكرا لكم. مفيش حاجه اسمها كده. فانت محتاج تحضر ايه القفله بتاعتك اللي هتخلي الناس تخش معاك في الموضوع، عشان اول ما تخلص تلاقي التسقيف عالي. الموضوع ده بيفرق في نفسيتنا أوي. نفسيه الناس كتير. يس ويعني للاسف يعني الناس برضو بتفتكر في الاخر يعني انا اللي انت قفلت بيه هو ده اللي انا في الاخر انتمي ليه. فتحضر قوي موضوع القفله في الاخر. يعني لاست اسمها ايه، لاستنج مومنت، حاجه تقعد lasting كتير moments. أيوة. معانا صح. والناس تفتكرك بيه. انا عايز اقول لك في مره، دي مرات القليله اللي عملت الحركه دي، انا الستوري فيها ختمتها حته عاليه، فعملت غلطه ايه بقى في مره، قمت قايل الحته العاليه دي في الاول بدري شويه بدري وقمت مكمل بعديها معلومات. فانت فقدت فعلا زي ما بتقول الهايب. انت في حته اختم بدي، يعني انا فاكر كويس جدا اغلب التوكس اختم بالستوري دي اللي فيها حته فرحه وحماس بعديهم جاي الجملتين ثانكس سو ماتش اتس بين ا بليجر ان اكون موجود معاكم النهارده. فاصلا الموضوع بيفضل مكمل. صح. تسقيف بقى بعد كده اخد اسئله وبتاع، بس بعد ما التقفيل ما يس. يخلص بعد ما فدي بتفرق كتير. فلازم اخلص بستوري او حاجه فوق. ايموشنال وتخلص بحاجه عاليه فالناس تبقى فاكراك بيها. بالظبط كده. واخر حاجه اللي احنا قلناها في الاخر يا جماعه، القصه دي كلها عباره عن براكتسنج. انت محتاج تبراكتس ده كتير. كل لما يجي لك اوبورتونيتي انك تطلع تتكلم في اي حاجه ما تخافش، هتاخد ستيب باك، هتفضل طول عمرك كده. انا بقول لك اهو بعد 30 مره مش 29، بعد 30 مره هتماستر البابليك سبيكينج. فانت محتاج تتكلم قدام ناس كتير، وكلنا بدانا كده زي بالظبط الانجليش. مش عارف اتكلم، معلش خش اتكلم قول اي كلام وبعد كده الدنيا هتظبط. فطول ما انت بعيد وخايف تاخد الستيب هتفضل طول عمرك في البابليك سبيكينج مش احسن حاجه. وده if you mastered او ابتديت سنه فيه، ده هيفرق معاك في كاريرك وهيفرق معاك في حياتك وهيفرق معاك في الاوبورتيونيتيز. يعني خدوا بالكم يا جماعه، انا او هشام او اي حد من خلينا نقول هشام لما بيطلعوا ويبقوا positioned as a public speakers، هو من غير لما يقصد هو بيجيله opportunities طبعا. بيتفتح له بقى توكس تانية، بيتفتح له opportunities في الشغل. انا فاكر كويس جدا في سفرية من السفريات مع شركة جيرني الرحلة سابقا هم قالوا لي اطلع ادي التوك وخلاص. الناس بقت حافظه كراسه الجامبو بطلع اقولها، فقمت طالع قايلها. فاكر كويس جدا وانا قاعد كانوا قاعدين ناس كتير اتش ار، فجات لي حد اكرم وانت مش بتفكر ترجع كوربريت تاني؟ لقيتها بتكلمني اللي هو احنا عايزينك تيجي تشتغل معانا في حاجه في الاتش ار بانك يعني او في السيلز. ابتدت تتكلم معايا وكانها بتديني اوفر. فانت اوقات البابليك سبيكينج ده بيدي لك اوبورتيونيتيز انت مش واخد بالك ان هي ايه ده، انا ممكن الدنيا دي تفتح لي بطرق مختلفه. سبيشال انك مش بتتكلم واحد، انت الله اعلم مين بيسمعك. انت قاعد عندك 1000 واحد ولا 2000 واحد. بمناسبه الله اعلم مين هيسمعك دي، انا واحد من اكبر البروجكتس اللي جات لنا في 22 سنه 22 كنت في ايجيبت كي سامت، واحد من اهم الايفنتس في مجال الكارير، وكنت على الستيج مين ستيج وبتكلم عن الجوب هانتنج جيم وبقول الكراسه الجامبو عادي، بس بشرح تكنيك موديل في هاو تو فايند ا جوب ان مالتي ناشونال كومباني. وليها لا كنت بشرح لا تشوز بريبير ابلاي. فانا قاعد بشرح وعادي في ناس قاعده، فانا مش عارف بتتكلم بشكل عام. في وسط الايفنت الساعه 5 واحد صاحبي قابلني قال لي بقول لك ايه ده جي اي زد موجودين ومش عارف ايه وما تيجي نحاول نعمل معاهم قعده. قلت له يلا بينا. قعدنا في الصمت. فالمهم واحد من اللي كانوا قاعدين المانجر بتاعي البروجكت قام قال لي انا اتبسطت انه فلان ده عرفنا ببعض، لان انت على الستيج بتسمع كلام ايه ده المفروض ما يطلعش من اي حد. ده مش اي حد بيقوله. وبعد كده ده بالظبط اللي احنا بنفكر فيه. ده احنا النهارده بنديزاين بروجكت وعايزين نعمل ده. فقال لي انا لقيت اللي احنا حاطينه في التيرمز اوف ريفرنس وفي السكوب اللي احنا عايزين نعمله في البروجكت، انت قاعد بتقول ده اللي المفروض يتعمل. فلما جينا قعدنا مع بعض ده فتح لنا بروجكت. فتخيل توك جابت لنا بزنس. وده بقى كتير. فعشان كده بقول لك دي اوف لاين بريزنس، اديله اوبورتونيتي واديله حقه زي الاونلاين بالظبط. حلو قوي. هي سيركل. والسلام عليكم ورحمه الله. انا بقول كفايه بقى كلامنا. احنا لسه عندنا السمول لا الثانيه بقى. ما احنا كده قلنا بيك توك. احنا كده اتكلمنا بقى للجماهير. تعال بقى نتكلم عن الناس يعني داخلين بقى في تشاتس كده صغننه. الحلقه اللي جايه ها يا كان نفسي لا الحلقه اللي جايه نغير مش يعني. خليني اسالك اخر سؤال اتش. ايه انت بقى بالنسبه للشام ايه اكتر موقف انت شفته فرق معاك في الكارير في حياتك
حاجه لو رجع بيك الزمن هتقول الموقف ده علمني حاجه نفسي اقولها للناس عشان ما تغلطهاش نفس الغلطه، او كانت حاجه حلوه قوي فعايز اقول يا جماعه اعملوا ده فرقت معايا قوي؟ انا اي ريسك في حياتي هو كان التيرنينج بوينت في حياتي. يعني كل حاجه انا كنت خايف منها لما كسرتها وعملتها ودتني في حته تانية. فبدايه من ان انا مش عايز اتنقل من فرع لفرع، ان انا اخد مجال زياده عن مجالي، ان انا اعرف شخص ما كنتش حابب اتعرف عليه، ان انا ممكن اروح انا همسك لك في دي بقى بعد الحلقه بس تمام ماشي. ان انا ممكن اروح سفريه حاسسها تقيله عليا، ولما رحتها فتحت لي اوبورتينيتي انا ما كنتش متخيلها. كل حاجات انت بتبقى مقلق منها وحاسس ان هي لا خليني احسن في السيف سايد. انا عايز بس تفتكر الكلام ده كويس قوي بعد الحلقه. ماشي. يمكن يمكن تيجي نشوف. انت ما تعرفش. فانا قصدي طول ما انت في الكومفورت زون هتفضل في الكومفورت زون. فانت المواقف كلها اللي انت شبه خرجت بره الكومفورت زون بتاعتك فتحت لي حاجات وجربت انا ما يو كنتش جوت اكسبوزد على حاجات تانية خالص وفرقت معاك بصراحه. وبالتالي وجهة نظرك انه هيحصل يعني ايه؟ خشوا في يعني جات اكسبوز لحاجات مختلفه واخرج بره الكومفورت زون بتاعتك، جرب حاجه جديده، خد ريسكس في حاجات هتفرق معاك. معلش انا النهارده مجالي سبلاي تشين، لما اطلع بره سنه واخش في انتربرنورشيب ده مش بتاعتي، بس لما رحت في الحته دي فتحت لي حاجات وسفريات واوبورتونيتيز ومكان لما طلعت من هنا هو رحت في حته بتاع بيرس براندنج فتحت لي حاجات ودخلت لي فلوس فانا قصدي انت كده كده بتسعى وبتعمل اللي عليك، صح. بس في الاخر ما تقفش في ان هي دي بس بتاعتي وخد ستيب. محتاجين نقفل الحلقه بصراحه. انت عارف فكرتني بموقف حصل معايا. انا رحت اشتغلت فتره في الامم المتحده، قعدت 2 وانا اللي مشيت استقلت عشان جات لي PNG. انا وانا رايح عقد الامم المتحده كان البروجكت العقد مدته 4 شهور بس، والبروجكت كان بقاله 2-3 شغال وعايزين يعملوا له كلوجر يقفلوه، فقالوا احنا هنكستند 4 اشهر. لو قال يعني بقى جبنا حد حرك الموضوع شويه ممكن نكستنده سنه. فانا رايح سايب مكان ستيبل مرتب كويس، بسبب الحركه دي البروجكت جوت اكستندد. فخدت بروجكت تاني جوه UN كان مدته 5 سنين وكنت ناشونال اوفيسر فيه، وانا هناك فتح لي اوبشنز كتيره وانا بشتغل في الامم المتحده، وما كنتش همشي الا اروح عشان اروح PNG. فانت قصتك كلها كده اصلا، ده انت بتسيب بلاوي. بالظبط. فاللقطه انه فعلا حته فيها ريسك بتفرق جدا 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 معاك في الكارير. وطبعا البني ادمين، ودي هنتكلم عليها في الحته الثانيه بتاعت النتوركينج، لان هي دي بعد ربنا سبحانه وتعالى هو بيساعدك تعدي الحاجات. خليني اسالك سؤال مربوط شويه بالبابليك سبيكينج. برضو فكره هطلع عندي بابليك توك قصه برضو، يعني غالبا في ايفنت، في مؤتمر، في كونفرنس. ممكن لو انا بقى لسه حد صغير وهبدا في اني عايز اخش في المجال، صعب اول لما اطلع يعني سلام عليكم كده يا جماعه انا هاجر قاعه وادي السلام عليكم جاي اديك اشرح ل 200 و 300 واحد. فممكن ابدا الاول في ورك شوب. ابدا ازاي يعني؟ خليني اقول انت قلت كلام تحضيرات كتيره جدا، لو جالك الموقف هحضر ازاي وفي النص هعمل ايه فانا كده فهمت. انا فعلا لو جات لي الاوبورتيونيتي هعملها حلو. صح لو جات لي بالظبط. شكرا. فانا لو جات لي الاوبورتيونيتي هعمل ايه بقى عشان تجي لي الاوبورتيونيتي؟ مبدئيا دي حاجه كويسه قوي، لان الناس كتيره بتبقى نفسها تطلع تتكلم وما بيجيلهاش الاوبورتيونيتي عشان هي مش معروفه. هنرجع تاني للاونلاين بريزنس. انا بقول لك محدش هيكلمك يقول لك ما تيجي تدي سبيتش الا لو انت معروف. اوكي. او لو انت شغال في شركه كبيره فالشركه بعتتك. حلو. غير كده مش هتطلع. اوكي. ده بس كحته بابليك سبيكينج على ستيج سكوب كبير يعني. على بقى الجزء الصغير، انا بقول للطلبه استغل اي بروجكت بتعمله في الجامعه، اي برزنتيشن بتعملها في الجامعه، اي ستودنت اكتيفيتي انت موجود فيه، خد المايك واطلع اتكلم. حلو. وهبل. نصيحتي هبل. اوكي ما شاء الله. اطلع قول اي كلام، والله ما بهزر. وما تحضرش يا سيدي. انا بقول يعني اعمل البروسيس بس على قدها، بس انا بقول لك اكسر ده واطلع قدام صحابك الاول اللي عارفينك، اطلع اتكلم وخد فيدباك. خلي حد اديله موبايل كده، حد يصورك وانت مروح البيت كده، تتفرج على انت كنت عامل ازاي، انت بتقول ايه، تحسن ده ازاي.
فاكسر ده عن طريق ستودنت اكتيفيتيز. مش محتاجين طبعا نقول اهميتها يعني، بس الستودنت اكتيفيتي كمان انك تطلع تبريزنت، حلو تطلع تبقى انت الهوست، نايس. تطلع تكسر دوت في السياق بتاع الجامعه، اسهل انت بكتير. فكرتني يا اتش في حاجه مهمه قوي في الحته دي. احنا كلنا عارفين في ستودنت اكتيفيتي رائع اسمه اناكتس. طبعا واحده من Presentation. اكتر الحاجات اللي بتميزهم ان عندهم تيم اسمه برزنتيشن، Presentation. وبييجوا يعملوا بروجكت على مدار السنه كلهم شاركوا فيه، ويجي في الاخر مجموعه تبدا تبريزنت الكلام ده. فذاتس واي النهارده اناكتس بقوا معروفين لانه they present. وده ليه اصلا كنا بنتكلم على ان خريجين مثلا حاجه زي الجامعه الامريكيه والجامعه الالمانيه ليه بيبقوا اوقات مميزين عن غيرهم؟ بيعرف يتكلم طول الجامعه قاعد قاعد بيعمل برزنتيشنز Yes. كتير، اساينمنتس بيروح يبريزنت، فهو كسر الحته دي. فتخيل بقى دلوقتي احنا فعلا حاجه من الحاجات اللي بنقول خريجين جامعه امريكيه اوقات بيبقوا اقوياء جدا فيها. ليه؟ الانجليش والبرزنتيشن سكيلز. هو بيعرف يبريزنت نفسه كويس غير التكنيكاليتيز بقى خالص. يعني هو احنا محدش بيتكلم، انا ما سمعتش صح، حد صح. خالص من اي اتش ار بيجي يقول اصل خريج الاي سي او جي سي، يمكن جي سي في حاجات معينه في انجينيرنج، لكن ما سمعتهاش في انه اصل دول شاطرين لا. تكنيكلي. بيعرف يبريزنت نفسه يبريزنت بشكل نفسه كويس، بشكل بيعرف كويس. يتوكتيف. عشان كده بقى لما شفناه في اناكتس نفس الكلام، بيعرفوا يبريزنتوا بشكل كويس، فده فرق معاهم. فانت شايف ان البدايه استغل الستودنت اكتيفيتي طبعاً. واطلع واتكلم وبريزنت وخش في البرزنتيشن تيم حتى لو انت ما بتعرفش. انا عشان كده بقول لك روح، ما Nice. انت مش هتعرف الا ما تجرب، مش صح. عارف هو زي يمكن ما أطلع بالظبط. فانت احشر نفسك في الحته دي. ولو انت بره الستودنت اكتيفيتي ايوه نفس الكلام. فكره انك تبدا تعمل ورك شوب لاصحابك حلوه. يس خلي بالك هو عادي، احنا النهارده مش كلنا عندنا نفس النولج. اعمل لهم برزنتيشن عن ازاي الماركتنج او ديجيتال ماركتنج وانت شغال في ستودنت اكتيفيتي بيفرق. فاعمل برزنتيشن، جرب، حط السلايدز، خليها كاتشي، وخلي البرزنتيشن حلو، حط ستوري وقعد الناس حواليك واشرح لهم وتبادل ده بقى. ده اللي ابتدى معايا انا في 2009 لما قلت لك انا اول حاجه خالص كانت انه وانا بتخرج من الجامعه انا عايز اقول للدفعات اللي اصغر مني انه يا جماعه خدوا بالكم، انا شايف وانا بتخرج ان عندي مشكله، محتاج اتكلم قدام. فانا جاي اقول لكم بصوا يا جماعه فين المشكله. لا ده انا كنت ما كانش هدفي ان انا عايز ابريزنت قد ما انا ابتديت اعرف شركات، ابتديت اعرف سيرتيفيكتس، فعايز انقل لهم الكلام ده قبل ما اتخرج عشان ما تحطوش معايا في نفس موقفي. شكرا. فعملت ده مره، فلقيت ايه ده الناس عايزه الكونتنت ده، طب ما يلا نروح اديه. فابتديت بنفس الحاجه بالظبط. عارف بقى الحته كنا بنقولها اللي هي you're nothing could be everything to someone else. نايس. الحاجه اللي انت شايفها صغيره جدا ممكن تبقى حاجه كبيره، ممكن تبقى حاجه كبيره بالنسبه لزمايلك. ابدا بيهم. يس. اكسر الحاجز دوت باصحابك، بزمايلك، بالناس اللي في سنك، الناس اللي اصغر منك. يس. طب لو حد سينيور بقى، يعني كده عرفنا ان انا لسه طالب او لسه متخرج هعمل ده. طب لو انا حد سينيور، بص في اسلوب انا استخدمته في الاول خالص قبل ما الناس تبدا تطلبني. انا اللي ببعت للناس اقول لهم انا عايز ابقى سبيكر في الايفنت ده. صح. وباي ذا واي من صحابنا اللي انا اعرفهم دلوقتي واللي شاطرين جدا هو اللي بعت لنا قبل كده في سبلاي تشين سامت وقال لنا والله انا اتكلمت في كونفرنس كذا عايز ابقى. فهو ما كانتش الاوبورتونيتي هتيجي وانا كنت افكر فيه الا لما هو ما يبعت. صح. اهم حاجه بس انت تبقى عندك الحاجه اللي تديها وانت عادي تريكوست، ده مش عيب. انا عايز اقول لك انت فكرتني، مش هينفع اقول اسماء ناس، بس في 2-3 من المعروفين دلوقتي في السوق طبعا ابتدوا انه جم ادوا معانا ورك شوب صغيره في اي كارير من 6-7 سنين اللي هي بتاعت فمن دلوقتي هو ما شاء الله النهارده هو بابليك سبيكر يعني. ابتدى بكده صح، وهو فعلا قدم عادي كانه ترينر وسبيكر، وهيجي يدي الاول ورك شوب صغيره لغايه لما الموضوع كبر معانا. فابدا بالبوش سيستم عادي لحد ما يجي لك البول تبقى لوحدها. وطب لو انا بقى جوه كوربريت ومش بتكلم على بابليك سبيكينج، هل حته برضو ان بريزنت انترنالي جوه الشركه بتفرق؟ دي خطيره. ده بالعكس، ده هو بقى كمان ليفل بروفيشنال اكتر بسكوب مختلف، وبرده فيها نفس التولز. هتعمل البرزنتيشن، هتعمل البريبريشنز المظبوطه، هتتكلم، هتحاول تنجيج الناس. فهي في الاخر هي سيت اوف سكيلز واحده. انا عايز اقول لك افتكرت دلوقتي موقف. انا اختي كانت بتشتغل في شنايدر، ومن 14 سنه مثلا جات لها اوبورتيونيتي ان هي تترين ناس في السيلز على تول هم المفروض يستخدموها. اوكي. وهي كانت الادمنستريتور بتاعت التول دي. التول كانت سير ام. فابتدت برزنتيشن وتبريزنت. فالمهم كان في تريننج جاي من بره، لحد من بره مصر جاي يشرح التول دي كناحيه ادفانس. اوكي. فهو بيشرح مين هي الادمنستريتور، فقاعده بتنجيج معاه ومش عارف ايه، وابتدت توري له حاجات هو عاملها. فهو راجع هو افتكر كويس قوي اللي هو يا جماعه في واحده في مصر بتدي تريننج حلو مثلا، طب ما احنا انا محتاجها، تعالي بقى. فشي جات ان اوبورتيونيتي في شنايدر بره مصر بسبب ان هي كانت شاطره في التول، محضراها قوي وتبريزنت ليها وتديها تريننج بشكل كويس. مين بقى اختتمت كاريرها سينيور مانجر هيد جلوبال، بتريبورت الفي بيز في شنايدر بسبب
برزنتيشن. ما دي اللي بقول لك عليها بقى، استغل الاوبورتيونيتيز. يس يو نيفر نو. اتشي نورتني وشرفتني والله. كلام كان في شويه كلام فتي كده جميل حلو ولذيذ از يوجوال. حبيبي اتش نورتني والله العظيم. بالتوفيق، ولو عندك اي خوف توكل على الله انا هجرب الحاجات اللي بتاعتها دي. تسلم لي اتش، حبيبي. نورتونا. وهنشوف اتش ان شاء الله في حلقات اخرى، ان هو ضيف زي ما قلت لكم ما بيحبش يطلع كتير على شاشات التلفاز، بس احنا بنحب ان عشان هو صاحبي احنا واسطه. فاحنا بنحاول كده نشير شويه ثوتس. فنشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.